السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم وصفه حلوه قوي، يا سلام عليها كده مع كوبايه شاي ولا كوبايه حليب الصبح او بالليل، حاجه كده تحفه باقل من نص كيلو دقيق وشويه بلح من اللي كنا عملناهم عجوه. فاكرين عجوه البلح الرطب؟ هنعمل احلى فطاير كلنا بنحبها، صغيرين وكبار، سهله وبسيطه وصحيه ومفيده جدا. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا وصفتنا. الخلاط هضيف بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وهضيف كمان باكيت فانيليا، نص كوباية سكر ما يعادل 100 جرام، كوباية الا ربع من الزيت ما يعادل 130 جرام. ولو ما فيش ميزان يبقى تعايري كل المقادير بكوباية واحدة. ربع كوباية مية ما يعادل 50 جرام. هضيف كمان 3 معالق كبار من حليب البودرة. هنخلط كل ده مع بعضه لغاية لما يبقى القوام واللون بالشكل ده. هفضيه في بولة وبعد كده هنزل بالدقيق. عندي مصفى، هحط اول كوباية دقيق وهضيف عليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح. هضيف الكوباية التانية من الدقيق، وبعد كده هضيف نص الكوباية التالتة. يبقى انا ضفت كده كوبايتين ونص من الدقيق، وسبت نص كوباية دقيق علشان لو العجينة لسه لينة او يحتاج دقيق هضيف من نص الكوباية دي شوية بشوية. هقلب العجينة بالسباتيولا او بمعلقة اي حاجة. حسيت كده ان العجينه لسه بتلزق، فهضيف شويه كمان من الدقيق اللي احنا شايلينه على جنب، وهبتدي الم العجينه بايدي. الدقيق اللي استخدمته متعدد الاستخدامات. هضيف بقى باقي الدقيق وهلم العجينه. يبقى انا كده ضفت 3 كوبايات من الدقيق ممسوحين بالمج الشاي العادي، يعني ما يعادل بالميزان 380 جرام. خلاص العجينه لمت وما بقتش تلزق في الايد خالص. شايفين عجينه ناعمه بتتقطع بكل سهوله، ناعمه جدا وطريه. هغطيها واسيبها ترتاح لمده ربع ساعه، وتعالوا بقى نحضر الحشوه اللي هنحشيها بيها. ده البلح الرطب بتاعنا اللي احنا عملناه، ضفنا عليه لو فاكرين زبده وسمسم، حاجه كده تحفه. هاخد منها قطعه والباقي هشيله في الفريزر، ولو اتبقى حاجه برضو هلفها ونشيلها في الفريزر. هفكها كده شوية من التلج بالشوكة كده، وبعد كده هضيف عليها معلقة زيت ورشة كده من القرفة، وهقلبهم كده مع بعض. وبعد كده خلاص بقت جاهزة معايا. ودي العجينة بعد ما ارتاحت هاخد جزء منها وافردها بالشكل ده، واسوي الاطراف بالسكينة. بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هقسمها نصين بالتساوي. هجيب العجوة وافردها على العجينة بظهر المعلقة. العجوة بتبقى طرية، عجوة البلح الرطب بتبقى طرية، فمش هينفع ان احنا نكورها او نعملها صوابع او كده. يعني كل اللي هينفع ان احنا ناخدها بالمعلقة ونفردها زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هجيب بقى الجزء التاني من العجينة واغطي بيه العجوة بالشكل ده، وهساوي برضو الاطراف بالسكينة. بعد كده هقطعها فطاير بالحجم اللي انت عاوزاه. ممكن بالسكينة العادية، او لو عايزة يبقى لها شكل يبقى بسكينة مشرشرة او اي اداة عندك مشرشرة. هجيب بقى الصينية بتاعتي، والصينية بتاعتي مش مدهونة، هرص فيها الفطاير بتاعتي بالشكل ده. نعمل شكل تاني بالعجينة. هاخد جزء من العجينة واضغط عليها، وهاخد جزء كده من العجوة بالمعلقة واحشيها، وبعد كده هقفلها كويس. وبعد كده هسويها واعملها على شكل دايرة. بعد كده هجيب المقص بتاعي وابدأ اقص العجينة بالشكل ده. هقص على العجينة 4، وكل 4 هقصهم 4 تاني. بقت شكل وردة جميلة جدا. نعمل واحدة كمان بشكل تاني نفس الطريقة. هقص بالمقص على شكل وردة، وبعد كده هقلب الأطراف بالشكل ده علشان تديني شكل تاني للوردة. هعمل شكل تالت. هعمل العجينة على شكل دايرة، وبعد كده هحشيها والمها واقفلها كويس. وبعد كده هجيب سكينة او موس، طبعا الموس ما يكونش استعمل قبل كده، واعمل فتحات من فوق بالشكل ده. وكده الصاج بتاعي بقى جاهز. هدهن وش الفطاير بشوية من الحليب، وبعد كده هرش شوية من السمسم. والخطوة دي اختيارية، ممكن لو مش حباها ما تضيفيش لا حليب ولا سمسم. هدخلهم على درجة حرارة 200 على الشبكة في تاني رف من تحت. هتاخد اللون الذهبي من تحت، وبعد كده افتح عليها الشواية تاخد اللون الذهبي جميل من فوق. ودي شكل الفطاير بعد ما خرجت من الفرن. تسوية مظبوطة، خفيفة، ناعمة، وشكل الوردة جميل جدا. نسيت اقول لكم ان اول ما العجينة ترتاح ربع ساعة تبتدوا تشغلوا الفرن عشان يسخن. تمام. على ما تشكلوا وترصوا في الصاج يكون الفرن سخن معاكم بقى جاهز. تمام. نفتح واحدة كده ونشوفها.
بسم الله ما شاء الله، شايفين ناعمة جدا والعجوة فيها طرية ما شاء الله عليها، بجد طعمها كان جميل تحفة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والمتابعة، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.